سلامات يا شباب، ان شاء الله الكل يكون بخير. راح نراجع مع بعضنا الفيديو الماضي بخلال دقيقة. لازم اخذنا الدرس الماضي الاعداد الصحيحة اللي هي الناقص، اعداد الموجبة والسالبة والصفر. يعني بالمختصر كل عدد لا يحوي فاصلا كان موجب او سالب او صفر هو عدد صحيح. واخذنا كمان جمع الاعداد الصحيحة. قلنا عند جمع الأعداد الصحيحة عندنا خيارين، إما خيار إشارتين متوافقتين أو يكون إشارتين مختلفتين مثل ما حكينا بالدرس الماضي. طيب إذا كان إشارتين متوافقتين شو نعمل؟ نضع الإشارة ذاتها ونجمع. يعني زائد 2 وزائد 7 ايش يساوي؟ نفس الإشارة، نضع الإشارة ذاتها 2 زائد 7 9، وناقص 4 ناقص 5 نفس الإشارة، نضع الإشارة ذاتها اللي هي ناقص 4 زائد 5 9. طيب يا أستاذ كان إشارتين مختلفتين نضع إشارة الحد الأكبر أو الرقم الأكبر ونطرح. إيش نطرح يا أستاذ؟ نطرح العدد الكبير ناقص الصغير. يعني إذا قلنا ناقص 10 زائد 5 عددين مختلفين بالإشارة، مين الأكبر؟ 10. إيش هي إشارته؟ ناقص ونطرح 10 ناقص 5. مثلا مثال ثاني، زائد 15 ناقص 2 شو يساوي؟ إشارتين مختلفتين، ناخذ إشارة الحد الأكبر اللي هو 15 إشارته زائد، ناخذ الإشارة زائد، و15 ناقص 2 يساوي 13. إن شاء الله الكل يكون فهم هي الفكرة. اليوم راح ناخذ يا جماعة ضرب الأعداد الصحيحة أو ضرب الإشارات. عندنا كمان نفس الطريقة، عندي طريقين، أما يكون نفس الإشارة متوافقتين أو مختلفتين. إذا كانوا متوافقتين شو نعمل؟ يعني زائد ضرب زائد أو ناقص ضرب ناقص. يعني زائد ضرب زائد أو ناقص ضرب ناقص نفس الإشارة دائما وأبدا راح يكون الناتج إشارته شنو هي؟ موجب، يعني زائد. طيب إذا كانوا مختلفين بالإشارة يعني زائد ضرب ناقص أو ناقص ضرب زائد. طبعا شباب مثل ما نعرف الأقواس هي عملية ضرب، إذا حطيت هنا إشارة ضرب أو هنا إشارة ضرب أو ما حطيت هي نفس العملية، عملية ضرب. طيب نرجع لموضوعنا، زائد ضرب ناقص وناقص ضرب زائد دائما وأبدا هنا راح يكون الناتج هو سالب، يعني ناقص. طيب إذا إشارتين متوافقتين الناتج إشارته موجب، أما إذا مختلفتين فإشارة الناتج راح تكون سالب. طيب ناخذ أمثلة. إذا قلنا 5 ضرب 4، أنا أعرف إنه العدد الذي لا يحوي إشارته هي زائد، معناته زائد 5 ضرب زائد 4 زائد ضرب زائد موجب زائد، و5 ضرب 4 20. مثال ثاني، إذا أخذنا ناقص 4 ضرب ناقص 5، قلنا إذا ما بإشارة هنا وتكون العملية بها أقواس هذه ودنا العملية هي ضرب ناقص ضرب ناقص إشارتين متوافقتين، معناته الناتج راح يكون موجب، و4 ضرب 5 20. طيب إذا كان إشارتين مختلفتين إيش نساوي؟ مثلا زائد 5 ضرب ناقص 3، قلنا إذا إشارتين مختلفتين الناتج راح يكون سالب، زائد ضرب ناقص 5 ضرب 3 15. طيب إذا كان عندي ناقص 4 ضرب 6 شو يساوي؟ قلنا العملية هنا بإشارة ضرب، بين الأقواس هي عملية ضرب، والستة اللي ما له إشارة حكينا إنه إشارته موجب، زائد ضرب ناقص يا طلاب هي راح تكون ناقص، 4 ضرب 6 20 24. نعيد مع بعض يا جماعة. ضرب الأعداد الصحيحة يكون عندي بحالتين، بحالة يكون إشارتين متوافقتين أو إشارتين مختلفتين.
متوافقة يعني زائد ضرب زائد أو ناقص ضرب ناقص. إذا كان ضرب عددين بنفس الإشارة راح يكون الناتج هو موجب، يعني زائد 5 ضرب زائد 4 راح يكون الناتج زائد ضرب زائد هو زائد 20، أو ناقص 4 ضرب ناقص 5 نفس الإشارة فالناتج راح يكون موجب. 4 ضرب 5 20. طيب يا أستاذ إذا كان إشارتين مختلفتين يعني زائد ضرب ناقص أو ناقص ضرب زائد دائما وأبدا راح تكون إشارة الناتج هي سالبة. ناخذ أمثلة. زائد 5 ضرب ناقص 3 زائد ضرب ناقص ناقص 5 ضرب 3 15. والمثال الثاني اللي هو ناقص 4 ضرب زائد 6 ناقص ضرب زائد ناقص، و4 ضرب 6 24. طبعا شباب ما ننسى انه بيعدنا وظيفة ولازم تحلوها، تبعثوا لي اما على صفحة الواتساب او على التليجرام او حتى بالتعليقات. واتمنى من الكل لا ينسى الاشتراك بالقناة واضافة اصدقائكم على القناة حتى الكل يستفيد. الوظيفة راح تكون زائد 5 ضرب ناقص 4 و5 ضرب 6 ناقص 7 ضرب ناقص 3 ناقص 8 ضرب زائد 2. وإن شاء الله الدرس الجاي راح ناخذ هي قسمة الأعداد الصحيحة. أشوفكم بخير أصدقائي.